هلو، عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. برضو بشكركم قوي على الدعم من الفيديو اللي فات، بجد بجد ميرسي جدا. حاسه ان يعني ده بيديني فرصه بجد ان انا ابقى مبسوطه. بس انا برضو جايلي ان في كتير بيتفرجوا على الفيديو من غير سبسكرايب. طب احنا بنكمل الفيديو للاخر، يبقى نعمل سبسكرايب عشان اتشجع اكتر، اتكلم في مواضيع اكتر. يبقى في تشجيع. بجد بجد الحاجات دي بتخلي في تشجيع ان الواحد يقدر يكمل ويطلع كل افكار كتيره من عنده. عايزه اكمل موضوع الثقه في النفس اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. انا عاجبني قوي الموضوع ده، حاسه ان هو هياخد مننا وقت كتير، بس انا بجد عاجبني. وحاسه ان هو في حاجات كتيره قوي نتكلم فيها، مش من مره او مرتين بس، ممكن هنتكلم مرتين ونفصل ونعمل نتكلم تاني وافكار تانية، او لو في حد فتح كلام تاني نقدر نكمل تاني. اول حاجه عايزه اتكلم فيها ان احنا لازم يبقى فيه شويه بوينت كده ان احنا بنعملها عشان نبقى واثقين في نفسنا. اول حاجه، نهتم. المظهر الخارجي برضو ليه عامل يا جماعه. يعني انا مثلا ما بقاش مبهدله في نفسي، مش مهتميه بمظهري. ما بقولش ان احنا الاهتمام بالمظهر تبقى حاجه اوفر، لا على فكره. انت ممكن تجيبي حاجه عاديه جدا جدا ومن محل بسيط وحاجه عاديه، بس انت تعرفي توظفيها ازاي، تعرفي تخليها حلوه عليكي، تبقي برضو اهتمامك بيها. ان انا مثلا لما اجيب اي مثلا بيس، مثلا جبتها تي شيرت ولا حاجه، انا اهتم بيه. ما مثلا لما بعد ما نلبسه، لو مثلا خرجنا وايام حر او حاجه كده، ان انا برضو انا احاول ان هو يتنضف على طول. ما اسيبهوش مثلا في الدولاب وهو مثلا مش نضيف او ريحته ما تبقاش كويسه. الحاجات دي كلها يا جماعه بتفرق جدا جدا جدا. هتلاقي البيس بتاعتك بتقعد معاكي وقت اطول، ريحتها ما بتبقاش نفاذه، بتبقى كويس. الحاجه بنحافظ عليها. وما بقولش الاهتمام بالشكل الخارجي يبقى الحاجه الاوفر، لا. ما هو انا الثقه برضه هتيجي منين؟ اللي قدامي يشوفني كويسه، يشوف ان انا مهندمه في نفسي، شكلي كويس، مش مبهدله، مش مثلا صاحيه من النوم ونازله من غير ما اعمل ووش ولا اي حاجه للوش. لا، ده احنا بنعمل كده مع الاطفال الصغيرين. وبنبقى لازم يهتموا مثلا ينزلوا مثلا اي مكان، يبقوا واخدين بالهم من نفسهم. هل كبير المفروض بيقابل ناس وبيتعامل مع ناس؟ وده على فكره ملهوش علاقه بحد بيشتغل، حد قاعد في البيت، حد عندها 3 4 اولاد. لا لا، انا بشوف ان اي بني ادم المفروض دي تبقى حاجات اساسيه معاه. ملهاش علاقه بقى ولا بوقت ولا بشغل ولا بعدد اولاد. ملهاش علاقه خالص. اللي عايز يبقى كويس وشكله كويس، ياما احنا بنقابل ناس بلاقيها بصراحة شكلها كويس جدا، مش شرط، وممكن تبقى لابسة لبس بسيط قوي بس هي ملفتة بالنسبة لي. ممكن واحدة عاملة في نفسها اوفر اوفر، انا بصراحة ما بيلفتش نظري الاوفر خالص. مش انا بس على فكره، انا اكتشفت الموضوع ده مع ناس كتيره، ما بيلفتش نظرهم الناس الاوفر خالص. لا عادي بجد، بتحسي انك ايه ده كل ده؟ يعني انت برضو تفضل، هننتقدهم برضو، يعني هنفضل نقول ايه؟ انت كل ده قمتي وعملتي ده؟ ما هو برضو في حاجة بتقول ايه، لكل مقام مقال. اللي هو ايه، انا لو نازلة مثلا اودي ابني برايفت او تمرين او حاجة، مش لاشز بقى واحط واركب النيلز واعمل كل ده، لا مش للدرجات دي. في ناس فعلا فعلا بتعمل كده، اللي هي لو نازل. الناس دي قابلتها يا جماعه، بشوفها. مش بقول كلام كده، لا بجد، هي شايفه نفسها ما بتخرجش كتير وهي موديه ابنها التمرين، لاشز وحركات غريبه ايه الاوفر ده؟ مش للدرجات دي برضو يعني. لما بقى انت تجيلك مناسبه ولا تجيلك حاجه وتعملي الحاجات دي، مش هتحسي بيها. انت اوريدي، انت مخليه مثلا ايه، ان انت لما تقومي مثلا تاخدي الشاور بتاعك، وانت بتاخدي الشاور لو عندك وقت مثلا مره او مرتين في الاسبوع تعملي سكراب كده للجسم، تعملي بعد كده تحطي البادي لوشن بتاعك، تحطي البادي ميست بتاعك، هتفرق معاكي. حتى لو التزمتي بالحاجات اللي هي الزياده شويه، مش بقول مثلا اساسيات ان احنا كل مره نعمل سكراب، ممكن يعني مش للدرجه، يعني مش للدرجه ان انت كل يوم هتضيعي. انا واحده من الناس ما اقدرش كل يوم اضيع وقت مثلا في الشاور طويل، ان انا بقى اعمل كل الحاجات دي في ظروف الحياه اللي احنا فيها. فهتعملي الحاجات دي، ان انت مثلا تهتمي ان انت عملتي مثلا الحاجات دي، تلبسي كويس، الهدوم ريحتها كويسه، انت نزلتي من البيت، هتلاقي ثقتك في نفسك كويسه. هتحسي انك بتجذبي ناس ليكي، مش هتحسي ان حد بينفر منك او حد ملهوش دعوه بقى ولا بشكل جسم
ملهوش دعوة بمستوى تعليم، ده على فكرة كل ده ملهوش دعوة. ان الواحد لما بيكبر وبيشوف ما بيفرقش معاه اللي قدامه ممكن ايه، طالما لو هو حد محترم وكويس وحد اللي بيتعامل طبعا، واكيد طبعا الاغلبية كلنا نورمال، مش هبص لتعليمك ايه. لو انت حد انا شايفاكي حد كويس، بتتكلمي كويس، لبسك مهندم، لا يعني اكيد دي حاجات مش هنبص لها اصلا. فانت دلوقتي اهتميتي بشكلك وعملتي اللي عليكي، زاد ده من ثقتك في نفسك. انت بقى ما تلكيش دعوة بكلام اي حد، ما تشغليش بالك مين بقى اللي بيتنمر عليكي، مين بقى بيضايقك. انت طالما واثقه في نفسك ما تشغليش بالك باي حد. ليه؟ ليه اشغل نفسي؟ ليه اشغل نفسي بحد ممكن هو ده طبعه ان هو يخلي اللي قدامه يتدمر، يخلي اللي قدامه يقع، او هو بيبقى عارف نقطه ضعف اللي قدامه ان هو يخليه مش ما عندوش ثقه في نفسه. ليه تحطي نفسك انت في وضع زي ده؟ طالما انت عامله اللي عليكي وانت واثقه في ان انت عامله اللي عليكي، ما تشغليش بالك باي حد. خليكي مستمريه في اللي انت فيه واعملي اللي عليكي، وهتحسي بفرق كبير جدا معاكي. انت لو انت نفس الكلام هقوله مره تانية، انت راضيه عن شكل جسمك، راضيه عن سواء تخينه رفيعه. ان في مثلا ناس بتفكر ان الرفيعين مثلا بتفضل تنتقدهم برضه وتفضل تتكلم عليهم مثلا كلام مش كويس، بس في بنات كتيره بلاقيها تقول لا انا مش بحب ان انا ابقى تخينه، انا عاجبني جسمي كده. دي شطوره. هي واحده مش عايزه تتخن، مش عايزه جسمها يزيد، هي عاجبها وزنها كده، خلاص اوريدي انتي تمام، ده انتي فظيعه، واثقه في نفسك ومبسوطه في وزنك، مبسوطه في شكلك، مالكيش دعوه باي حد. هتلاقي كتير قوي يحبطوكي، كتير قوي 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 يضايقوكي، ويفضلوا بقى يخلوا مثلا بيلعبوا مثلا على حاجات معينه عندك، عارفين ان هي ممكن تهد ثقتك في نفسك، تضايقك. فلا، عملتي اللي عليكي، اهتميتي بشكلك، اهتميتي بكده، ابدأي حطي بلان ليكي. البلان دي في اي حاجه تحقق لك حاجه انت تبقي مبسوطه فيها، مش تبسطي الناس، انت تبقي مبسوطه فيها. انت تبقي شايفه ان انت برضو بتطوري من نفسك، بتسعدي نفسك. خليكي دايما حبي نفسك بجد. انا كنت اسمع ناس برضو، يعني ممكن اما كنت اصغر شويه اسمع ناس تقولي حبي نفسك الاول، كنت اقول ايه ده، لا ده انا لو حبيت نفسي الاول انا هبقى مغروره وابقى وحشه قوي. لا لا بجد، حبي نفسك الاول. انت لما تحبي نفسك هتعرفي تحبي اللي حواليكي، هتعرفي تديهم الحب وتعلميه. يعني بجد ابسط حاجات ممكن ان انت اما تشوفي حاجه حلوه قولي عليها ان هي حلوه. لما تلاقي حد لابس كويس، حد مهتم بشكله، اديله الكلام الحلو، هو بيبقى مستنيه، وده بيديله هو برضو ثقه، وبيديله ان هو هيرد عليكي بالطريقه الكويسه، مش هيقلل منك عمره بقى، ما هو هيبصلك بصه وحشه، ولا عمره هو، لا بالعكس. انت لما تلاقي مثلا بنوته لابسه مثلا كويس النهارده او الميك اب بتاعها، قولي لها الكلام ده، قولي. ما هي عشان ايه محدش بقى يقول لا انا مفروض ما اقولش ومفروض ما اعملش، لا قولي عادي. انت لما تلاقي حاجه حلوه قولي، ان انت برضه عشان بتبقي نفسك لما انت تبقي فيكي حاجه حلوه تحبي ان انت اللي قدامك يقولها لك. ف بحس الموضوع ده اختفى شويه. يعني مثلا بستغرب ان انا كنت ممكن اقول الكلام ده حد تاني مثلا يقول ايه ده انتوا ازاي بتقولي كده، يعني مفروض تبقي بتغيري منها او كده. لا طبعا، يعني ممكن ابقى بتفرج على ممثله وكده ابقى مبهوره بيها، مبهوره، يجوا يقول لا دي مش دي فيك، دي مش عارفه ايه، فيك بس حلوه يا جماعه، فيك حلوه. هو احنا يعني ليه نقول وحشه وليه نطلع فيها عيوب عشان نجمل نفسنا احنا الاحلى؟ لا، هي عندها امكانيات تعمل في نفسها حاجات العاديه الكويسه، وطورت من نفسها، حلوه جميله، طالما ما افورتش وغيرت في شكلها تماما خلاص. دي حاجات يعني ايه بجد بجد بتدي ثقة ليكي، وبتدي ثقة للي قدامك يتعامل معاكي. دي ممكن برضه بوينت صغيره كنت حابه اتكلم فيها. مش حابه مده الفيديو تبقى طويله قوي عشان مش عايزاكم تزهقوا مني، بس بجد 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 يا ريت لو عجبكم الفيديو يا ريت يبقى فيه لايك، سبسكرايب، كومنت حلو منكم اعرف بجد ان الفيديو عجبكم، عشان ولو حابين نتكلم في موضوعات تانية انا محضره طبعا حاجات تانية كتيره، بس هو والله الوقت بس نتكلم فيها. بجد كنت مبسوطه قوي بفيديو النهارده، وهنكمل فيه حاجات كتيره، بس انا مش عايزه اطول اكتر من كده. باي باي.